محمد دويكات، من بلدة بيتا جنوب نابلس، عضو مكتب سياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأمارس مهامي التنظيمية والسياسية والوطنية على مستوى محافظة نابلس. وأيضا يعني خريج أو ما زلت طالب في جامعة القدس المفتوحة. اعتقلت عدة مرات الاحتلال الصهيوني، وأنا الآن يعني أمارس مهماتي التنظيمية والسياسية من هنا من مدينة نابلس، وأتابع كل التفاصيل التي لها علاقة في الشؤون السياسية والتنظيمية وما يجري على الأرض من اعتداءات لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. وبالتالي نحن نعمل بشكل متواصل مع جماهير شعبنا من أجل رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تلاحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأيضا من أجل تفعيل كل أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال وسياساته الدموية في الضفة وفي قطاع غزة. ونحن يعني كحركة وطنية فلسطينية، والجبهة الديمقراطية هي جزء أصيل من الحركة الوطنية الفلسطينية، نعمل بشكل حثيث على أولا توحيد الموقف السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام القائم، وأيضا توحيد الحركة الوطنية الجماهيرية ضد الاحتلال وضد ممارساته القمعية وضد الاستيطان. ونحن خلال الفترة التي مضت عملنا بشكل حثيث ومتواصل على تنظيم أبناء شعبنا بالتحديد في الريف الفلسطيني الذي يتعرض لسلسلة وجملة من الاعتداءات المتواصلة على يد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وأيضا سلسلة من القرارات العنصرية التي اتخذت من داخل الكنيسة الصهيوني القاضية ليس فقط يعني سلسلة من الإجراءات التي لها علاقة في وقف البناء في المناطق المسماة بين قوسين سي وجيم، وأيضا يعني محاولة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وإقامة عدد واسع من البؤر الاستيطانية والرعوية. جميع الفصائل الفلسطينية تعتمد نفس المنهاج، نفس الأساسات، شو اللي بيميزكم؟ نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نحن أصحاب السياسة الواقعية التي تنطلق أولا وأخيرا من المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ونعمل بشكل حثيث على ترسيخ هذا المفهوم لدى كل القوى والفصائل الفلسطينية وعموم الحركة الوطنية. ونحن ندرك تماما أن المرحلة التي تعيشها أو نعيشها كشعب فلسطيني وكقضية فلسطينية هي من أخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية، ولكن أيضا نعتقد أن هذه المرحلة من أفضل المراحل التي تعيشها القضية الفلسطينية من بوابة تعاظم التعاطف والإسناد الدولي والشعبي في عدد واسع من دول العالم وعواصم العالم وجامعات العالم. الفصائل الفلسطينية كم عددها؟ وهل في تنسيق داخل الأراضي الفلسطينية؟ يعني الفصائل الفلسطينية العاملة على الساحة الفلسطينية هي 12 فصيل فلسطيني مقاوم للاحتلال ويتبنى المقاومة بكافة أشكالها، وهناك يعني عدد من القوى والفصائل التي لا تؤمن بالمقاومة المسلحة ولكنها تتبنى المقاومة الشعبية. ولكن يعني كل الفصائل نحن في الجبهة الديمقراطية حريصون على أن يكون علاقاتنا في القوى والفصائل علاقات يعني متواصلة وأيضا مبنية على قاعدة الوحدة والوطنية الراسخة. وبالتالي نحن في الجبهة الديمقراطية لدينا العديد من المبادرات
التي عملنا على أساس توحيد الموقف السياسي الفلسطيني بما ينسجم مع الحالة الجماهيرية في الميدان، وهذه الحالة الجماهيرية المقاومة للاحتلال وسياساته. فبالتالي يعني نحن في الجبهة الديمقراطية يعني أطلقنا سلسلة مبادرات لها علاقة في توحيد الموقف السياسي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وعدد من هذه المبادرات أو المبادرة الأخيرة التي لقيت استجابة من كل الأطراف الحركة الوطنية الفلسطينية بما فيها حركتي حماس وفتح، ولكن دائما كنا نصطدم بالتطبيق العملي لهذه المبادرات، وكنا يعني بنينا وما زلنا متمسكين في الاتفاق الذي وقع في بكين والذي وقعت عليه كل القوى والفصائل الفلسطينية، والتي دعمنا باتجاه أن يتم التوقيع على هذا التوافق الوطني المهم، والذي نحن في الجبهة الديمقراطية نعتقد أننا هذا الاتفاق ويشكل أرضية راسخة وصلبة للبناء عليها من أجل تنفيذ كل ما تم التوافق عليه. ونحن دعونا ونظمنا سلسلة من الفعاليات الضاغطة على أولا الرئيس أبو مازن الذي كلف وأحيل له دعوة الإطار القيادي الموحد والمؤقت للانعقاد، والذي يمثل أو يضم كل أمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل وضع آليات لتنفيذ كل ما تم التوافق عليه في بكين. ولغاية الآن نحن نعمل ونضغط من أجل انعقاد الإطار القيادي الموحد، والذي نحن ندرك تماما أن لا خيار أمامنا إلا أن نكون موحدين أولا، وأيضا أن نضغط باتجاه تطبيق كل ما تم التوافق عليه في بكين، لأن هذا الاتفاق نعتقد أنه هو الأرضية الخصبة التي يمكن أن نبني عليها وأن ننهي الانقسام ونستعيد وحدتنا الوطنية. الآن يوجد على الساحة 12 فصيل فلسطيني، برأيك هذا العدد هل هو ظاهرة صحية وطنيا وإيجابية أم أن العدد كبير؟ بالتأكيد يعني هذه القوى والفصائل الفلسطينية الموجودة على الساحة الفلسطينية والعاملة في الساحة الفلسطينية يعني ظاهرة إيجابية، وتؤشر بشكل واضح على وعي المجتمع الفلسطيني، وأيضا استجابة المجتمع الفلسطيني للانضمام والالتزام بهذه القوى والفصائل الفلسطينية. وأيضا يعني نحن نعيش تحت نير الاحتلال الصهيوني، وبالتالي هناك حركة مقاومة جماهيرية ناهضة وفاعلة، وأساس هذه الحركة الجماهيرية التي يعني بالتأكيد تمارس كل أشكال المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية. فبالتالي تعدد القوى والفصائل الفلسطينية هو يعني مؤشر إيجابي، وأيضا يعني تعدد هذه القوى والفصائل هو مؤشر لوعي المجتمع الفلسطيني.